السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل سألت نفسك في يوم من الأيام إن ليه بصمة صباعك ما تتغيرش أبدا، حتى لو كبرت في السن، وحتى لو اتجرحت، وحتى لو عدت عليك سنين؟ طب ليه؟ إيه السر اللي بيخليها تفضل ثابتة طول حياتك؟ النهاردة هنتكلم عن واحد من أغرب الأسرار اللي في جسم الإنسان. بس قبل ما نبدأ، ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ما اطولش عليك، يلا بينا. اول حاجه لازم تفهم ايه هي البصمه اصلا. البصمه عباره عن خطوط دقيقه جدا ومتداخله على سطح الجلد في صوابعنا، ودي بتتكون واحنا لسه اجينا في بطن امنا، تحديدا بين الاسبوع العاشر والستاشر من الحمل. والعجيب ان حتى التوأم المتطابقين اللي عندهم نفس الدي ان ايه، كل واحد فيهم عنده بصمه مختلفه تماما. طب ازاي ده بيحصل؟ أغلب أعضاء جسمك بتقدر تتغير أو تتجدد، بس البصمة لأ. السر هنا إن الطبقة اللي بتحدد شكل البصمة مش طبقة سطحية، دي بتكون طبقة اسمها الطبقة القاعدية، بتفصل الطبقة الخارجية والطبقة الداخلية. يعني لما بيحصل جرح الجلد بيبدأ في إعادة بناء نفسه بناء على الشكل الأصلي الموجود في الطبقة القاعدية، وبالتالي البصمة بترجع زي ما كانت. لكن لو الجرح كان عميق جدا جدا ووصل للطبقات السفلية، ممكن البصمة تتغير جزئيا. وده السبب إن بعض الحروق الشديدة أو الجراحات بتقدر تمسح أجزاء من البصمة. لكن حتى في الحالات دي الجلد بيحاول يرجع أقرب ما يكون للشكل الأصلي. بما إن البصمة فريدة وثابتة، العلماء والشرطة استغلوها في حاجات كتيرة جدا، منها الأمن والجرائم. أي بصمة متسجلة في قواعد البيانات بتفضل زي ما هي مدى الحياة، وده اللي بيخليها أداة قوية في تحقيقات الشرطة. الهواتف الذكية دلوقتي تقدر تفتح موبايلك ببصمتك بكل سهولة، وده بسبب إن كل شخص في العالم عنده بصمة مميزة. العلماء بيستخدموا البصمات لفهم التغيرات الجينية وبعض الأمراض الوراثية، لأن في بعض الحالات النادرة ممكن تؤثر على شكل البصمة. وعلى فكرة، البصمة اما بتتكون وانت لسه جنين بتتكون بطريقة عشوائية جدا. الاحتمال ده نادر جدا، وبتقدر بنسبة 1 في 64 مليار. يعني حتى لو العالم كله تضاعف 10 مرات، لسه مش هيكون في اتنين عندهم نفس البصمة. فبالتالي بصمتك هي هويتك الفريدة اللي محدش في العالم كله يقدر يقلدها، وهي عند الشرطة. قولي في التعليقات، هل كنت تعرف المعلومة دي قبل كده ولا لا؟ ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، واشوفكم في الحلقة الجاية. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.